تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 20,000 شخص يعتنقون الإسلام سنويا في الولايات المتحدة. مراسلتنا في واشنطن التقت بعضا ممن اعتنقوا الإسلام وتحدثت معهم عن أبرز المصاعب التي يواجهها المسلم في أمريكا. الله أكبر. قصتي مع الإسلام بدأت لدى زيارتي العالم العربي، حيث رأيت هناك ما شعرت أنه يمثلني، وأخذت قرار اعتناق الإسلام بعد دراسات مكثفة وتعمق بفكر وقواعد الإسلام، خاصة فيما يتعلق بالمرأة. هكذا بدأت مارسي موبرغ حديثها عندما سألتها عن سبب اعتناقها للدين الإسلامي، ولم تنف مارسي المتزوجة من مسلم الصعوبات التي واجهتها بسبب هذا الاختيار. أصعب شيء هو أن الناس الذين لا تعرفهم بشكل كبير يقبلوك، بينما رفضني والدي. لم أتوقع ذلك صراحة، وشعرت أنه كان على عائلتي على الأخص أن تعرف من أنا وتعرف شخصيتي، وأن لي شخصية مستقلة وأؤمن بحقوق المرأة بشكل كبير. يرفع الأذان في مسجد مصطفى بولاية فيرجينيا الذي أصبح ملاذا لمعتنقي الإسلام إذانا ببدء الصلاة بعد نحو 9 سنوات على أحداث 11 من سبتمبر، وشن الرئيس جورج بوش حينئذ حملة ضد ما سماه الإرهاب، مستهدفا ما أصبح يطلق عليه بالمتشددين المسلمين الإرهابيين، ووقع الأمريكيون ضحية هذه الحملة. كنت في 14 من عمري عندما وقعت أحداث 11 من سبتمبر، وعندما قيل أن المسلمين مسؤولون عما حدث صدقت ذلك كما صدق الجميع. لكن هذا لم يؤثر على أولئك الذين يسعون إلى معرفة هذا الدين. الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن نحو 40% من الأمريكيين يؤيدون أن يحمل المسلمون بطاقات هوية خاصة، ومع ذلك يعتنق أكثر من 20,000 أمريكي سنويا الإسلام. قرار باعتناق دين يواجه كل يوم وبشكل متزايد حملات ضده، من منع للحجاب في أكثر من مكان في العالم إلى حملات التفتيش المكثفة في المطارات إلى غير ذلك من ممارسات عنصرية. الناس الذين عرفتهم منذ كنت صغيرة يعتقدون أن شخصيتي تغيرت بسبب الحجاب، وهم لا يرون غير أنني محجبة وأنني تغيرت. ومع اتخاذ وسائل الإعلام الأمريكية موقفا عدائيا من الإسلام أثر ذلك على عامة الناس. قال لي أحدهم قبل وقت وجيز: إذا أنت الآن ضد أمريكا؟ وقلت له: أنا محارب قديم وخدمت في البحرية الأمريكية وأؤمن بهذه البلاد وتطوعت للدفاع عنها وعن الدستور. وزاد ذلك خاصة بعد بروز قصص لمعتنقين جدد توجهوا نحو التطرف، من جون ووكرليند الذي انضم لطالبان وحارب معها في أفغانستان، إلى الشقراء جهاد جين التي اتهمت بتجنيد آخرين للجهاد. وهذا ما دفع مارسي إلى تركيز رسالة الدكتوراه التي تعمل عليها على أولئك الذين يجدون في الإسلام عكس ما وجدته من سلام وتسامح. أكثر ما صعقني عندما بدأت أتعلم عن هذه الحالات هو كيف يمكن لشخص خاض تجربة جميلة جدا كالتي خضتها أصبح يؤمن أن الدين الذي انجذبت نحوه بشكل قوي لعدالته الاجتماعية ومبادئ التسامح في جوهره والتي ترتكز على الشخصية الفردية، كيف يمكن لهم أن يفهموا هذا الدين بطريقة مغايرة تماما. قرار صعب الذي يؤدي بك إلى تغيير قبلة صلاتك، وهو قرار وبحسب هؤلاء لا رجعة فيه ولا ندم عليه. ريما أبو حمدية، روسيا اليوم، واشنطن.